لو تلاحظ ما شاء الله السياح على ما أعتقد من كل العالم. وها هنا وصلنا إلى مدينة فاس. مدينة فاس تعتبر من أشهر وأقدم المدن في العالم، وتتميز بصنع النحاس والجلود والخس. مدينة عريقة وتاريخية. خليكم معنا نكتشف مع بعض جمال مدينة فاس. وهذه يسموها ساحة بجلود. هذه الساحة تتميز يوم الخميس والجمعة، يعني يجون الناس إلى هذه الأماكن يسوون حلقات، يعني موسيقى شعبية واحتفالات فعاليات في هذا المكان. طبعا الحين في الظهر خاوية على ما يقول المغاربة، بس مكان تاريخي. شوفوا المدينة، جمال المدينة، شوفوا المنارة، جمال الجامع. مكان ما شاء الله تبارك الله تراثي جميل جدا. وها هنا بوابة بجلود. هذا الباب هو أول مدخل للمدينة العريقة. خلونا ندخل نكتشف المدينة أكثر مع بعض. أنا اللي أشوفه يعني المغرب ما شاء الله المدن يعني نفس الرباط، نفس طنجة، كلها متشابهة يعني نفس بعض. شوفوا الجمال، شوفوا الأزقة الجميلة، واو. هذا المكان يتميز كله بصور، صراحة مكان يبهرك، رهيب جدا، واو. يسموه درب الألوان، يعني يتميز بالألوان كامل. خلينا مش سريع. وما شاء الله تبارك الله على أزقة ضريصة جدا، يعني أشخاص ممكن ما يقدروا يمشوا مع بعض. وما شاء الله تبارك الله، شوفوا على أزقة، واو جميلة جدا. شوف شخص واحد فقط يمشي منها، اثنين ما يقدرون. شوفوا معاي، واو أزقة رائعة. هنا لازم نطلع، لازم يعطوك النعناع. دار الدبغ، شوفوا معاي. هذا المكان يسمى بدار الدبغ، أكبر مدبغة في إفريقيا طبعا. هنا زي ما تشوفون هذه جلود الأبقار وجلود الجمال والأغنام، تتغسل هنا وبعدين تروح إلى ألوان أخرى، وهي نفسها هذه ممكن، هاي طال ما أعتقد هذه التصنيع بعد الإنتاج. محمد من فاس، من المدينة القديمة. هذه هي دار دباغة، أكبر مدبغة في شمال إفريقيا وأقدمهم ما شاء الله. هون بيشتغلون أكثر من 250 شخصا. 250 شخصا تعني 35 عائلة بيشتغلون بالعائلات ليس بالأشخاص. لاحظت الشخص ده بيشتغل بدون قفازات. ليش؟ لأن الألوان طبيعية. ألوان طبيعية. هون جمال الخروف وجمال الماعز، وجلد الماعز وجلد الخروف وجلد البقر وجلد تعابين بعض الأحيان. ما شاء الله. تقريبا هدية ما شاء الله. ولو تلاحظ ما شاء الله السياح على ما أعتقد من كل العالم. وهنا توضينا طبعا، هذا المكان من المكان محاربه يعني الصراحة رهيب جدا ما شاء الله. حي على الصلاة.